الخوت السلام عليكم. وصلنا المناظرة الثامنة حول موضوع طبيعة السلطة السياسية. عندنا قهوة عتيقة، 4 فلاسفة جالسين قدامهم كؤوس ديال اتاي وطاولات متفرقة، وفوق الطاولة كاين ميكرو صغير مكتوب عليه شنو طبيعة السلطة السياسية. المستوصل لابس جلابية داكنة وعينيه كتلمع. أسيدي، السلطة راه قمع وطمس العقول، دابا الأجهزة القمعية كتحكم بلا ما تحس، والمدرسة والتلفازة كيزوقوها ليك. كيخرج تلفازة صغيرة قديمة وكيهزها وكيقول هاد التعليم هالإعلام كله داخل في اللعبة. مونتسكيو لابس بدلة كلاسيكية ومغبر شوية وكيدير بحال المعلم. لا لا لا، راه المشكل ملي كيجمعوا السلطة كاملة في يد وحدة. خاصنا نقسموها قضاء بوحدو، تشريع بوحدو، تنفيذ بوحدو. كيقسم التبسيط قدامه على 3 وكيكتب فيه قضاء تشريع تنفيذ. ابن خلدون لابس لباس تقليدي وكيدير فيها فقيه. ووليد مني الحاكم كيتجبر راه الدمار جا. خاص الوسطية والاعتدال، بحال واحد كيدير كسكسو خاصو ما يديرش لا بزاف ديال الماء ولا بزاف ديال الزيت. كيهز مقراج وكيبدا يشرح بكوميديا كسكسو. ميشيل فوكو لابس سترة جلدية وكيدير فيها متمرد عصري. راه السلطة ماشي غير في الحاكم، راه حتى بيناتنا، كاينة في القسم، في الخدمة، في الحومة، بحال لعبة شد ليا نقطع عليك. كيهز خيط طويل وكيربطو بين الناس باش يوري ان السلطة دايزة بيناتهم. من القهوة كيجي كيقول فلتي يسير القهوة دابا. كاملين كيبداو يتفلسوا حتى كتسالي عليهم القهوة. شنو رأيك؟ السلطة جاية من الفوق ولا من وسط المجتمع؟ اعطيونا رأيكم في الكومنتيرات.